هو أنا برضه يعني ما وصلنيش أوي أنت ناوي تعمل إيه كلايف ستايل، تحكي عن إيه أوي. هتفهم دلوقتي من الفيديو ده. عارفين لما نيجي نشتغل على بلان وفجأة انت ما تحسش البلان ده؟ ايوه ما تحسش. تعالى اقول لك الدنيا فيها ايه، انت كده كده ايه اخويا، يلا بينا. السلام عليكم. عمري ما حضرت فيديو بس انا هحكي لكم ايه اللي حصل. انا بطلت دروب شيبينج كورسز وكوتش. خلصت خلصت. طب ليه؟ السبب الواضح والصريح، في ناس كتير قوي كانت يعني مش بتدفع، كانت بتتحايل بجد. واللي يجي يقول لي حسيف انا معايا $7000 ومش عارف انا معايا كام وعايز اعمل وعايز. خلاص خلصنا. طب احنا خلصنا ليه؟ عشان في ناس دخلت في المجال انا ما ينفعش اتحط معاهم، سواء فوق او تحت الساحه بتاعتهم ما ينفعش. هم خلاص خلصوا، سواء هم اللي بيطلعوا كانوا اوريدي كلاينتس عندي، سواء هم يفقهوا او ما يفقهوش. وساعتها جات لي فكره تانية. ايه الفكره بقى؟ انه اعلم الناس اللي هم زي ان انا بعت كورسات. بس جيت فكرت كده، الموضوع مهلك بجد. موضوع مهلك لحد وصورت الكورس واي حد عايزه يكلمنا، وهو ده اكشلي السيستم بتاعنا. اوكي طيب، فجيت اقول يا سيف استنى شويه، لسه ما جاتش حاجه انت تحسها. خلي بالكم يا جماعه، انا بحس الحاجه، يعني انا بحس اللي هو ايه، لا دي جامده وفاهم الناس اللي بتتفرج عليا ماشيه ازاي. فالمهم، فجي حد كلمني، طالب عندي، قال لي سيف انا عايز اخش في الديجيتال كورس. فانا فاهم الطالب ده قوي، الطالب ده قريب مني قوي. قلت له بقول لك ايه يا فنان، انا عندي حاجه ليك احسن. انا عندي براند، البراند ده اختلفت انا وشريكي، شريك جديد كده ومش جاي معايا سكه، فاحنا هنفركشه فخده. هو داير. فقال لي حلو قوي. وفعلا تمت الصفقه. ستور سريعا كده اتباع ب$20,000 وحرق. فهنا قعدت افكر وتكتب، هو ليه كل اللي انت بتتفرج عليهم في الدروب شيبينج ستورز ما جاش قال لك انا الستور بتاعي للبيع؟ يمكن عشان هو ناجح جدا فهو مش عايز يبيعه، يمكن عشان مفيش ستور اصلا، يمكن عشان مش بتاعه. كتير قوي على فكره كده. يمكن عشان هو خسران، يمكن عشان في مشكله. يبقى 4 حاجات لا، وثلاثه ايه، الستور ده كويس. فهنا بقى قررت انا كده كده بعمل ستورز. فالمهم، فبعت الستور واشتغل وسلمت التيم بتاعه. التيم بتاعه اكشلي هو التيم بتاعي برضه انا كمان، بس هو على سكيل صغير وبيدفع جزء. فالمهم قلت، ففتحت طبعا اشوف كيوزر عادي خالص، ابص في ستور واحد اتنين تلاته. طب انا بقى فاهم العرب، وشفت في كميه ناس صرفت فلوس على حاجات انا لو معايا ماشين كويسه ابيعها ليه؟ هقول لك انت بتفكر غلط يا مستر. ليه بقى؟ لو جيت بصيت على كل الانترفيوز بتاعت البليونيرز والمليونيرز، هم ناس اكشلي معظمهم باعوا شركاتهم. الناس دي حتى على سكيل كبير في شركات زي فانجارد، بلاك روك، الناس دي وصناديق لازم يبيعوا. مفيش شركه ناجحه صاحبها يمتلك 100% منها. فبالتالي هو اكشلي لما هو بيبيعها، لا اما هو بيبيع جزء كبير منها. فالمهم، فجيت فكرت كل اللي اي واحد مش بيبيع. هو ده بقى اللي انا عايز اتكلم فيه. انا داخل بقى ولا جاي ابيع لك كوتشنج ولا. خلاص الفترة الجاية بنحضر لماني برينتنج ماشينز. انا بدل ما اقعد اعلمك ازاي تعمل مطعم وبتاع، انت راجل هنا بقى. وساعتها انا هنا بجد هفلتر. في ناس جايه تلعب، في ناس يا عيني لسه قدام. الاي كوميرس ليس للمبتدئين ماديا. انسى القصه دي تماما. انا عن نفسي ممكن اعمل ستور دلوقتي ب 200 $300، انا مش انت اطلاقا. ليه؟ لاني صرفت قبل كده كتير، عملت تيست كتير. طب انا شفت واحد، شفت اتنين، شفت واحد، شفت اتنين، بس ما شفتش ال 90,000 التانيين اللي بدأوا صغيرين. محتاج بادجت. انا بقول لك دلوقتي اللي بيتفرج عليا كدروب شيبينج، كأي حاجه ميكينج ماني اونلاين، عايز تعمل
ثوره، تعمل فلوس تبان عليك، لازم يكون معاك فلوس. ومش جاي اديك نصيحه، انا بقول انك بجد تشتغل على اي حاجه تجيب لك اول 3 ل 4000 دولار. دي اكبر فجوه. الدروب شيبرز كلهم مش انا دايما بحب الفجوات. واقول لك على حاجه، عمر ما في حد هيبقى عنده القدره وعنده المثابره ان يدي حد ستور ناجح. استحاله، ولا حد التيم ولا اي حاجه من اللي انا شايفه. امبوسيبل. لو هو عنده ستور عمره ما هيبيعه له، وعمره ما هيطلعه اصلا. بس انا بالنسبه لي ما عادي. انا يا جماعه مدى قوه النجاح الواحد بيقيسه من مدى الفاليو من الاخر. وحتى الكورس بتاعي كان بجد ماشي على الموضوع ده. فهو البلان الفتره الجايه عندي كيس ستادي هعملها بعد الفيديو ده على طول، ممكن تروح تشوفها لو هي نزلت، جميله جدا. والستور ده اكشلي انا هعرضه للبيع. فدي ميسنج بوينت كبيره جدا لازم انت تفهمها. طيب حاول انت لو راجل معاك فلوس، انا بتكلم مع الناس اللي معاها فلوس، وده احسن استثمار برضو على فكره. سيبك من الذهب الناس كلها بتخش تشتري شركات، بس انت يعني ازاي احط فلوس في ويب سايت او في حاجه مش ملموسه، برضو ستيل محتاجه مايند سيت جامده. فانت اي يوتيوبر دخل عمل كيس ستادي قدامك، مساء الخير انا عايز اشتري الستور ده، شوف هو هيقول لك ايه. واي حاجه ليها سعر واي حاجه للبيع، محدش يقول لك لا ماليش بيع، ثمنك كام. هيجي يقول لك والله هي المفروض اصلا البيع بيتم ازاي. معظم الناس بس البيسك ايكويشن يعني انه انا لو عامل ستور ب $100,000 مثلا وهو نت بروفيت مثلا 20,000، ف البيسك ايكويشن البسيطه قوي انه لو ستور عامل $100,000 وصافي ربح 20,000، احنا بنضرب في 2.5 او لحد 3.5، يعني بيتباع من 60 ل $70,000. ده ايفالويشن عادي خالص. في تولز كتيره قوي من ضمنهم امباير فليبرز، او في كذا ويب سايت اكتب اي كوميرس ايفالويشن تول، بتخش تدخل البيانات بتاعتك. ولازم البيزنس يكون عدى عليه 6 شهور على الاقل عشان تضمن. في حاجات كتيره قوي، بس البيزنس اللي اتباع ده بصراحه كان عدى عليه 4 شهور بس انا بعت لحد يعني بالحب وخسفت له بيه الارض. فالفجوه انه مفيش حد بيبيع ستورز. الحاجه التانيه انه ده يفهمك انه مش اي حد بجد doing. انا كان فعلا بشتغل اي كوميرس، وكان من ضمن الحاجات اللي يعني الناس جت عليها في الكوتشنج، او اللي هو انا كنت تينيك قوي في الكوتشنج، كنت ممكن باجل محاضراتي لان وكنت ببقى مرسل طالب من الاول ان انا خلي بالك انا عندي الحاجات بتاعتي الخاصه، يعني مش لازم ان انا احضر معاك. لا، انا ممكن يكون عندي ستور فيه مشكله فاجل النهارده عادي خالص، انا ما بطلتش دروب شيبينج. فبالتالي ساعات بيبقى عندي دروب في الدروب شيبينج فبميل على الكوتشنج، وهكذا زي اي بيزنس في الدنيا، زي اي كيان حر عادي خالص. فبالتالي لكن انا ما بطلتش المين سكيل بتاعتي. فقول لي بقى، هل انت جاهز نعرض بس كيس ستاديز ونوري كل حاجه على عينك يا تاجر؟ هوبفلي لو حد عنده النيه انه فعلا يخش واوفر عليه 100% من رحلته واديله كل حاجه جاهزه، يبقى نبتدي في الستور سيلينج. اكتب ستور سيلينج ولاقيه تحت في الكومنتس. و باي ذا واي انا الانستجرام بتاعي قفل وعملت انستجرام جديد، ومش عايز افتح القديم، عادي ممكن افتحها، بس لا خلاص اللي فات مات. السلام عليكم، اشوفكم على خير.